شو رأيكم اليوم نحضر أطيب وأحلى وصفة هي بانكيك بالشوفان. وهلأ يلا نطبق الطريقة سوا. شوفوا ما شاء الله كيف بشهي. هلأ لو ما عندنا شراب القيقاب عادي نستعمل نحط عسل عادي. يلا نطبق الطريقة سوا. مرحبا، اهلا وسهلا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير ان شاء الله يا رب. نضل نحن وانتم بخير وصحه وعافيه. اليوم وصفتي بانكيك بس بدقيق الشوفان وجبنه القريش، وهلا راح اطبق الطريقه معكم ولا اسهل من هيك. هلا بالنسبه لمقاديري كلها بدي اضيفها بالخلاط. عندي جبنه القريش، عندي دقيق الشوفان، عندي فانيليا، عندي بياض البيض، عندي سكر. بالنسبة لمقاديري عم سجل لكم اياها كاملة وقت اللي عم نزل الفيديو. وهلا انا رح افضيهم بالخلاط وارجع لكم. بالنسبة للجبنة هي الجبنة. هلا بدي اضيف بياض البيض، بدي اضيف السكر، بدي اضيف الجبنة، بدي اضيف الفانيليا، بدي اضيف دقيق الشوفان. هلا الخلطة صارت جاهزة عندي. هلا عندي المقلاية اهم شيء تكون ما تنزل. بخيتها شوية زيت، هلا بدي احط البنكيك بالمقلاي. اهم شيء يكون عندنا كلها نفس المقاس. طبعا وقت المقلاي بدها تحمى بدي اقصر الغاز علشان البنكيك ما يحترق معي. هلا اذا في اصوات عادي ما مشكله، لان الجيران عم يعمروا. كم مره بقول لكم جيران عم يعمروا، بس ما في مشكله. يلا الحمد لله، شو بدنا نعمل؟ بدنا نتحمل.
وهي وصفتي لليوم صارت جاهزة. أطيب وأحلى بنكيك. طبعا هي الوصفة بتنعد صحية، لهالشي حبيت فرجيكم طريقتي فيها. بالنسبة لمقاديري عم سجلكم إياها كاملة وقت اللي عم ننزل الفيديو راح يكون على قناتي على اليوتيوب، على صفحتي على الفيسبوك، على صفحتي على الانستغرام من وصفات عائشة الترك. بقلكم بالعافية على قلوبنا وقلوبكم.